بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بكم مع حلقه جديده من برنامج ببساطه مهمه اليوم ومهمتك بكره ان شاء الله. انا عايزك تركز ازاي تستمتع بحياتك. الواحد لما ازاي يستمتع بمذاكرته، ازاي يستمتع بشغله، ازاي يستمتع بالحاجات الصعبه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في عز غزوه الخندق، والموضوع صعب وبيواجهوا الكفار وما الى ذلك من الصعوبات، ومع ذلك كان ينشد للصحابه هم بيحفروا الخندق، كان يقول لهم: اللهم لا عيش الا عيش الاخره، اللهم اغفر للانصار والمهاجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان معروف عنه انه دايما كان بيسامر اصحابه، دايما بيضحك معاهم، ودايما في مشوار الرساله او مشوار الغزوات كان دايما معروف عنه انه هو كان يحاول يبث روح المرح بينهم. ودي نظريه بتتنفذ دلوقتي اسمها نظريه الفن ثيوري، نظريه المرح. اعتقد انها بتطبق عند كل الشركات الناجحه. مثلا في مجال الكوره حتى، فريق برشلونه تحس ان هو ما بيلعبش كوره، تحس انه بيستمتع حتى هم في البطولات الكبيره او ما الى ذلك. الفان ثيوري دي او نظريه الفان ثيوري، انت ممكن حتى تخش على اليوتيوب وتكتب فان ثيوري، هتنزل لك فيديوهات كتير عن الفكره دي. هم في شركه المانيه اثبتت ان الانسان يستطيع ان ينتج 10 اضعاف وهو مبسوط وبيلعب، احسن ما بيكون واخد الموضوع بجديه ومركز والكلام ده كله، ما يبقاش تنشن وقلوب، بيبقى شخص بيستمتع باللي هو بيعمله، ينتج 10 اضعاف. وعملوا التجربه دي على كذا حاجه. على سبيل المثال راحوا عند محطه مترو انفاق في ستوكهولم في السويد، وحطوا كاميرا عند السلالم، فلقوا ان في تلت المساحه لسلم كهربائي وتلتين للسلم العادي. طبعا كل الناس بتروح ناحيه السلم الكهربائي، فعايزين يشجعوهم ان هم يروحوا السلم العادي عشان الصحه وكده. فعملوا السلم العادي على هيئه مدرجات بيانو، شكل بالظبط البيانو بالظبط. فالناس جت الصبح لقت السلم العادي شكله بيانو، فحبوا يجربوه، لقوه بيعزف فعلا، فقعدوا يتنططوا ويلعبوا على السلالم واستخدموا السلالم. واخر اليوم عملوا احصائيه، لقوا ان اللي استخدم السلالم حوالي 8 اضعاف اللي استخدم السلم الكهربائي. وسموها الفان ثيوري، ان انت تستطيع انك توصل للناس لنتائج 8 و9 و10 اضعاف لو هم مبسوطين. ممكن تستعمل النظريه دي على نفسك وانت بتذاكر، ممكن تستعمل النظريه دي على لو انت مدرس على الطلبه بتوعك، لو انت مدرب على الفريق بتاعك، لو انت مدير في شركتك على الناس بتوعك. ازاي انك توصل للناس انهم يشتغلوا وهم بيلعبوا، يشتغلوا وهم مبسوطين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. السلام عليكم.